النهارده هنتكلم معاكم عن بطانة الرحم المهاجرة المعروفة طبيا بالاندومتريوزس، ودي بتبقى حالة من أمراض النساء بيكون فيها خلايا شبيهة ببطانة الرحم بتنمو خارج تجويف الرحم، زي تجويف الحوض أو على الأنابيب أو على المبايض أو على المثانة البولية أو حتى على القولون. نسبة حدوثها عالميا حوالي 15% من السيدات في سن الخصوبة من سن 15 ل 45 سنة، ولما بتيجي في المبيض بتعمل اندومتريوما او اكياس بطانه الرحم المهاجره على المبيض المعروفه باكياس الشوكولاته. من اشهر اعراضها الالام المزمنه في الحوض والالام المصاحبه للدوره اللي بتكون الام شديده وبتسبق الدوره بايام وتمتد طول فتره الدوره، وممكن تكون الدوره غزيره او نزول دم في غير موعد الدوره او الام مع التبول او الام مع الجماع أو آلام مع حركة القولون، وده بيشتبه في التشخيص مع متلازمة القولون العصبي وتقلصات القولون. تأخر الحمل اللي ممكن يحصل مع بطانة الرحم المهاجرة بيكون نتيجة اضطرابات التبويض أو الالتصاقات اللي ممكن تحصل في الحوض وتعمل انسداد في الأنابيب. تشخيص بطانة الرحم المهاجرة بالأساس بيعتمد على وجود صورة الأعراض أو الفحص بالسونار، ممكن نشوف الاندومتريوما أو أكياس الشوكولاتة على المبيض أو فحص الام ار اي الرنين المغناطيسي اللي ممكن يورينا بعض البؤر اللي بتبقى منتشرة وغائرة في الحوض. شكرا ليكم، اشوفكم على خير إن شاء الله، دمتم بخير.